دراما وأفلام أمريكاني. شريف عامر يعلق على إعدام قاتل نيرة أشرف ودفنه بمقابر الصدقة. علق الإعلامي شريف عامر على تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف ودفنه بمقابر الصدقة. وقال عامر في تعليق خلال برنامجه يحدث في مصر عبر قناة MBC مصر إنه في 22 من يونيو عام 2022 أحال النائب العام قاتل نيرة أشرف إلى المحاكمة، متابعا بالقول: بعد سنة إلا أسبوع أسدل الستار على القضية. وأضاف بالقول: القضية هزت الرأي العام، بشاعتها وتفاصيلها كانت مثيرة للصدمة والحزن، وتم تنفيذ حكم الإعدام. ودي كانت آخر الفصول المرتبطة بحاجة متعودين إننا نشوفها في الدراما أو الأفلام الأمريكانية على مستوى التفاصيل والفظائع الصادمة. وكان مشهد النهاية بعد سنة إلا أسبوع، وشهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف. وشهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم. أول تعليق من والد نيرة أشرف على إعدام محمد عادل. قال والد نيرة أشرف الشهيرة بفتاة المنصورة إنهم كان لديهم ثقة كبيرة جدا في الله سبحانه وتعالى ثم القضاء المصري في القصاص لابنته، وبالفعل حدث اليوم وتم إعدام القاتل محمد عادل. وأضاف والد نيرة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج التفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 أنه استيقظ اليوم على مكالمات كثيرة على هاتفه المحمول، وعندما فتح مواقع التواصل الاجتماعي قرأ الخبر بتنفيذ حكم الإعدام اليوم، ثم اتصل بالمستشار خالد عبد الرحمن المحامي الخاص بهم للتأكد من الخبر، فقام بتهنئته وأخبره أنه تم تنفيذ الحكم اليوم. وأضاف أن والدة نيرة لم تصدق الأمر بعدما أخبرها بتنفيذ حكم الإعدام، قائلا: بالتأكيد حكم الإعدام فرق معانا، ولكن لا يوجد شيء يعوض فقدان الابنة، لكن نيرة بالتأكيد سعيدة بعد رجوع حقها.